انا بحكي لك على حاجه، الحاجه دي كانت بتاع، يعني انا كنت بعاني منها كتير جدا جدا جدا. كل ما اشوف كابلز في الشارع، اشوف كابلز بقى على الانستجرام، اشوف كابلز في اي نيله حياه الانستجرام بس شايفها في الشارع يعني، واشوف واحده ووف، البنت قمر، البنت بطل حرفيا، وفي الاخر اشوفها مع عيل عبيط ولا عيل عطلان ولا اي حاجه من الحاجات دي يعني. تمام. طيب انا جاي اكلمك هي ليه مع العيل ده، وجاي اكلمك انك ازاي اصلا تتخطى حاجه زي كده، لان حاجه زي كده اقسم بالله ما ليها اي لازمه. تمام. طيب ليه هي مع العيل ده؟ ليه دايما بتلاقي واحده جامده جدا 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 ووف، وفي الاخر مع عيل اي كلام؟ غالبا البنت دي لو كواليتي. يعني لو كواليتي منطقي يا جماعه يعني، كواليتي بتاعتها قليله، منطقي. زي مثلا لما يكون في بنات، بلاش خلاص، خلينا نقلل في الحته دي يعني. بس يعني هما البنات دول لو كواليتي، يعني ايه لو كواليتي؟ يعني البنت دي مش هتبقى مراتك من الاخر، عشان اجيب لك على مراتها يعني. مش عايز اجيب لك، انا ما بغلطش في حاجه خالص والله، ممكن تكون بنت كويسه بس غالبا البنت دي مش هتبقى مراتك يعني، ولا هتبقى مراته هو، بل بالعكس يعني، دي حاجه مقرفه جدا. فدي اول حاجه. البنت دي بتنجذب ليه؟ ليه بتنجذب مثلا لو في حد ولا ليه الحاجات دي، ليه البنات الجامده بتنجذب للحاجات دي؟ عشان في قصه. ايه ما هو القصة؟ هو يعني تاجر اللي مش عارف ايه، تاجر المخدرات ده اصلا عامل قصة؟ ده تاجر في اللي مش عارف ايه. لا يا حبيبي، هي ده قصة، ده سسبنس. هما غالبا بيحبوا السسبنس، مش كلهم. انا بتكلم عن اللو كواليتي والهاي كواليتي برضو. بس يعني حتى في بنات برضو، ما انت لو معاك قصة فعلا، قصة كفاح، تبقى بس كنت بتصرف على أسرة وانت صغير، ولا قصة مش عارف ايه، انت كنت حد بتكافح، ولا عندك قصة في حاجة كويسة، طب ما ده طبيعي جدا هتشد بنات كويسين. لو بنت فاهمه وعاقله وراسيه هتشدها طبعا. فزي ما انا بقول لك ليه بنشدوا لحاجه زي كده؟ عشان خاطر القصه. البنات عامه ما مش بتتجذب للفلوس. انت ممكن يكون معاك فلوس، على الاقل خالص اغلب البنات اللي هم الكويسين يعني هم مش بينجذبوا للفلوس، هم مش فارق معاهم انت معاك 1000 جنيه، 10000 جنيه، 100000 جنيه، مليون جنيه. اهم حاجه انت بتعمل ايه بالفلوس دي. انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده والناس قعدت تتريق عليا. اهم حاجه انت بتعمل ايه بالفلوس دي، سواء هاي كواليتي او لو كواليتي. لو كواليتي بقى يعني كمان انت بتسهر بتخرج بالعبط ده. هاي كواليتي ممكن كنت بتخرج في مكان كويس مش عارف ايه الاخ يعني، فاهم قصدي؟ الفايبس بتاعتك عامله ازاي. يعني انت مثلا، انا مش هكون مثلا مرتبط بواحده ولا بحب واحده اقول لها بقول لك ايه، النهارده صورت 3 فيديوهات، النهارده صورت 3 فيديوهات، النهارده كان عليا تمرين بايسبس ولا تمرين تراي ولا مش عارف ايه الخرا ده. بقى دي حاجه ما تشدش يا اسطى الا لو هي بتتمرن معاك، فدي حاجه جانبيه يعني. بس في العموم دي حاجه ما تشدش يا اسطى يعني ايه اللي من فايده؟ صحيت من النوم النهارده كنت ماشي على سيلف امبروفمنت، اول حاجه صحيت من النوم رحت الجامعه، رجعت من الجامعه، دي حياتي رحت الجامعه، رجعت من الجامعه، رحت الجيم، وبعد ما رجعت من الجيم قعدت صورت 3 فيديوهات، وبعد كده قعدت اذاكر، وقبل ما انام كنت قعدت اقرا شويه. ايه الفايبز اللي في كده؟ احكيها لي. ليه في بنت تبقى مهتمه بحاجه زي كده اصلا؟ لكن هتبقى مهتمه لو قلت لها بقول لك ايه، النهارده رحت فشخت، رحت كنت حاجز ملعب مثلا، رحت ضربت العيال كلها فتيجي تقول لي اوه بجد خناقتي معاهم عملت ايه، مش عارف. فاهم قصدي؟ او مثلا مش عارف، بس يعني النهارده رحت فبريكت اي حاجه، ولا رحت مثلا طلعت فوق جبل، ولا رحت اتشقلبت، ولا رحت وجيت وعملت وخليت. دي الحاجه اللي فيها اكشن، مش ان انا رحت الجيم ولعبت بايسبس وترايسبس. اوكي الفيرست امبريشن بيكون كويس لو انت عندك فعلا ظهر كويس، يعني فعلا اظن البنات بتنجذب للرقبه كويسه، الرقبه كويسه، وبتنجذب للظهر العريض والدراعات، عشان الدراعات بتبقى طالعه من التيشيرت. ايه تاني؟ السكس باكس، الشيست اللي هو من فوق، الحاجات دي على فكره بتجذب البنات جدا في الجسم يعني، فاهم قصدي؟ بس غالبا لو بنت جايه لك عشان خاطر بس العضلات بس، فدي لو كواليتي. يعني هو جاي لك عشان خاطر العضلات وانت فارغ اصلا من جواك، فدي لو كواليتي. ليه؟ الهاي كواليتي بتنجذب، بس انت لازم يكون معاك حاجه يا اسطى، لازم تكون من جوه بقى، من جوه ومن بره. لكن لو انت من جوه فاضي، وفي بنت معاك عشان خاطر بس جسمك حلو زي اللي البنت اللي بتبقى مع واحد عشان خاطر فلوسه حلوه وفلوسه كتير، مش عشان خاطر فعلا الراجل ده فعلا كويس ومكافح. والراجل ده مثلا لو النهارده بقى فقير، ولا خسر كل فلوسه في البورصه ولا اي حاجه من العبط ده، هيعرف هيعرف يتكيف. مش هيقعد يقول خسرت فلوسي خسرت فلوسي، لا، هيعرف يكافح
عشان خاطر يطلع تاني الشخص المكافح. زي مين؟ ممكن يكون زي باباك. زي باباك. يعني لان والدتك هاي فاليو وومن، والدتك عشان خاطر هي واحده هاي فاليو، عشان كده اتجوزت باباك. باباك غالبا يا اما كان مثلا من اسره فقيره او تحت المتوسطه، واشتغل وتعب ودخل الكليه وعمل، كان بيصرف على نفسه، كان بيشتغل في الدراسه ويلخ يلخ، ومعاه قصه كفاح بيحكيها لك كل يوم قبل ما تنام تقريبا، لحد ما وصل لحاجه ان هو بقى حاجه قيمه. حاجه قيمه بالنسبه للي هو كان فيه. قصه كفاح. ده راجل مكافح. انت صدقني صدقني، وانا يا رجاله والله 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 ما اقصدش اي حاجه. يا عم انا شخصيا ما كنتش اتمنى ان انا مثلا بابايا يكون معاه فلوس كتير قوي قوي قوي، يكون متروس فلوس، ويكون شخصيته مش ان هو ضعيف، لا، كدماغ وكتفكير وبتاع. وانا جايب الذكاء ده منين؟ ما اغلب الحاجات دي اصلا بابايا هو اللي معلمها لي. اغلب الحاجات، وانتوا مفكرين المايند سيت دي يعني انا من تجارب من الحياه ومش عارف ايه؟ لا طبعا. وانا ده انا عندي ما كملش يعني تجارب الحاجات اللي في المايند سيت اللي عندي في دماغي دي، اللي في عندي في دماغي دي، ما تكملش السنين اللي انا عشتها خالص. بس في حاجات كتير قوي اتعلمتها من بابايا، فبنقل لك خبرات. في حاجات اتعلمتها من بودكاستات، في حاجات اتعلمتها من قرايه، في حاجات اتعلمتها من حوارات صحابي بيحكوها لي. فنفس القصه. هل انا كنت اتمنى ان بابايا يكون معاه فلوس كتير قوي وانا يبقى معايا عربيه ومش عارف ايه؟ ولا اتمنى احنا الحمد لله الحمد لله عيله فوق المتوسطه، الحمد لله يا رب. فاهم قصدي؟ بس بابايا دماغه، اللهم صل وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد، بسم الله ما شاء الله. ككل حاجه. انا مش عايز اتكلم في الحته دي كتير عشان حاجه زي كده برايفت قوي، انا ما بحبش اشارك حاجه زي كده مع الناس، عشان خاطر ظروف. لو في حد مثلا والده متوفي، والده تعبان، ما كنتش بتك في الحته دي قوي. اكيد ربنا معوض لك في حاجات احسن من كده بكتير يعني. فزي ما انا بقول لك، انا ما اعرفش دخلت في الموضوع ده ليه. ف سوري سوري. ف زي ما انا بقول لك كده، الهاي فاليو وومن. ازاي تشد هاي فاليو وومن؟ by not trying to attract a high value woman. الموضوع بسيط. يعني لو انت واحد لا بلاش عطاط، ايه لو انت، لو انت واحد كل يوم، كل اسبوع سهران لي مع واحده، ولا بتقعد لي مع واحده، ولا بتعمل اي حاجه مع واحده، هتماتش الانرجي بتاعتك، ولا بتعكس بنات كتير في الشارع ومش عارف ايه، هتماتش يا باشا. مش هقول لك كما تدين تدان، ومش هجيبك في الجانب الديني. والله ده بيحصل اصلا حتى بره مصر. سيبك بقى من الجانب الديني بقى، وجانب كما تدين تدان والحاجات الجميله دي اللي هي اصلا حقيقيه فعلا، وان اي حاجه هتعملها دلوقتي هتترد لك ويا لخ يا لخ. بس صدقني هتماتش الانرجي بتاعتك. ما ينفعش تلاقي واحده كويسه هتتجوز ولا هترتبط بواحد تاجر في مش في الحماضايس. فاهم قصدي؟ دايما حتى في المسلسلات، بلاش المسلسلات، دايما حتى في الحقيقه هتلاقي ان فعلا تاجر الحاجات يتجوز واحده اي كلام، واحده قرفاه اصلا في عيشته. لو ده معاه فلوس كتير المفروض يتجوز هاي فاليو وومن، بس الهاي فاليو وومن ما تشدتلوش لان هو من جواه فارغ. فاهم قصدي؟ جذب اللو كواليتي، الست اللي هي ايا كان يعني. فاهم قصدي؟ انا عارف حاجه زي كده حساسه، وعارف حاجه زي كده ممكن نخالف فيها. فزي ما انا بقول لك يا باشا، عايز تكسب واحده كويسه جدا، خليك انت حد كويس جدا يا اسطى. الموضوع والله العظيم يا جماعه مش بالصعوبه دي. يعني انت تخيل معايا مثلا واحد 25 28 30 سنه، ايا كان بقى العمر بتاعك بقى. فاهم قصدي؟ وفعلا بجد معاه عربيه هو جايبها لنفسه، ومعاه فلوس كتير، مليونير مثلا، وفي نفس الوقت الراجل ده محترم، وفي نفس الوقت ايا كان بقى فايتر ولا بتاع الجيم ولا جسمه كويس ولا اي حاجه من الحاجات دي. ده هاي فاليو مان. ده حد والسوشيال سكيلز بتاعته حلوه. طب ما ده هاي فاليو مان يا اسطى. ازاي يا اسطى الست اصلا مش هتحبه؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ده لو عدى بس من فرح، عدى من فرح بس، كل سنه وانت طيب، شوف كام عروسه بقى هتبص عليه، وشوف كام عروسه هتحب توقعه. شاطر الحوار ده. هو هاي فاليو، هاي فاليو مان. زي ما في هاي فاليو وومن تانية، قمر، قمر، وفي نفس الوقت بتشتغل في البيت، وفي نفس الوقت تعرف فعلا تسد ظهرك، وفي نفس الوقت الخ 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 من الحاجات اللي انت حاططها لنفسك. هنقول مثلا ان هي جميله وما عندهاش ماضي، او الماضي بتاعها قليل خالص، جميله وما عندهاش ماضي، وفي نفس الوقت ايه تاني،
بتعرف تشتغل في البيت، ما بتعملش صداع، شخصيتك كويسه، الى اخره. حط التوب. التوب، بص المواصفات، مواصفات فتاة الاحلام. فاهم قصدي؟ هل مواصفات فتاة الاحلام اللي انت عايز توصل لها دي هتبص لك انت؟ فكر فيها كده. طب لو انت مكانها، لو انت مكانها، انت البنت دي، وعندك كل الخيارات دي، عندك كل الولاد بيحاولوا يخشوا لك على الدي امز في الانستجرام، مفيش حد عارف يوصل لك، وفي نفس الوقت انت مثلا الماضي بتاعك، ما عاملك كانك بنت يعني، الماضي بتاعك مش كويس، سوري كويس، وفي نفس الوقت شكلك حلو، وهي عارفه ان هي شكلها حلو، البنات الحلوين بيبقوا عارفين ان هم شكلهم حلو، وفي نفس الوقت التعامل مع اولاد مثلا قليل، والخ يلخ يلخ من الصفات الحلوه دي، بتعرف تشتغلي في البيت، والخ يلخ. هل لو انت مكانها هتبص لك انت؟ ده اللي انا عايزك تفكر فيه. بناء عليه هتحدد مسيرتك، هل انت فعلا عايز تفضل زي ما انت، ولا عايز فعلا توصل لمكانة عالية. لان انا عندي وجهة نظر تانية للحياة، انا مش عارف اقولها ولا لا، بس مش عارف اقولها ولا لا. هدف الراجل الحقيقي في الحياة قولا واحدا هو ارضاء المرأة. هتتخانق، هتقعد هتفقعني في الكومنتات، دي حاجه، دي وجهه نظر يا جماعه الشخصيه البحته. هتقول لي بقى انت بتاع بنات، هتقعد تقول لي بقى احنا عندنا في الارياف، حضانه في الارياف ما عندناش بنات عندهم ماضي ومش عارف ايه والعبط ده، رغم ان انتوا عادي جدا في الارياف في بلاوي زرقاء، وفي المدن في بلاوي زرقاء، بل في الارياف بيطلع عادي. انا اعرف ناس، صاحبي عادي كان مخطوب، وفي الاخر خطيبته طلع بتعمل حاجات مش كويسه في العربيه مع حد، قصه وعادي في الارياف. واعرف ناس اوسخ وسخين برضه في المدن، مش هقول اوسخ، وسخين برضه في المدن. فالوساخه في كل حته، اهم حاجه الجوهر، اهم حاجه الجوهر اللي جوه. معاك الجوهر، البنت دي لو اتحطت في اي مكان ما تتهزش، دي الهاي فاليو وومن. مش الهاي فاليو وومن اللي هي في المكان اللي هي فيه، لا احنا مربيينها تخرج بره تتشقلب، ما هي دي مش هاي فاليو وومن يا باشا. فاهم قصدي؟ ف انا كنت بتكلم في ايه؟ وعهد الله نسيت. فزي ما انا بقول لك، ما تحاولش، خليك انت بس هاي فاليو مان، عشان خاطر انا متاكد هدفك الاساسي والرئيسي هو انك ترضي ست. اغلب الرجاله اللي بينزلوا الجيم مش بينزلوا الجيم عشان خاطر صحتهم، الا لو في حاله بقى اللي هو يعني هو رفيع قوي مثلا فكاره جسمه، فالخ الخ الخ. ما اعرفش ايه المعيار برضه ان هو كاره جسمه، يعني جسمه حلو جسمه مش وحش، ايا كان بقى. اغلب الرجاله نازلين الجيم عشان خاطر البنات. هل انا منهم؟ لا، انا بنزل الجيم عشان خاطر صحتي يا باشا. مش لا، انا بنزل الجيم عادي عشان خاطر فعلا البنات فعلا. هو في حد اصلا يعني انا مهتم ان انا انزل صوره بجسمي؟ انا ما اعرفش زعقت ليه. مهتم ان انا انزل صوره بجسمي بقى والشيست والحاجات دي. انا اصلا على فكره يا جدعان جسمي جامد، مش بقى العب بقى، ها انتوا عارفيني فاهم. انا مهتم ان انا انزل صوره بجسمي، واخلي ولد يقول لي عاش عاش ايه خرا ايه. بس انا قافل اصلا الريبلايز اصلا على الانستجرام عشان خاطر ما حدش يقول لي عاش دي، عاش يا وحش مش عارف ايه. ولا لما بنزل فيديو دي، لا دي لما بنزل فيديو له علاقه بالفايتنج وكده فعلا بتبقى عشان خاطر الرجاله بجد يعني، مش عشان خاطر البنات يعني. بس بجد عشان خاطر ببقى عايز الناس تعدل عليا والخ الخ. لكن لما بنزل فيديو بجسمي وانا صورة بجسمي، هل انا مهتم ان في واحد يقول لي عاش عاش يا دبابه، عاش يا بلاش كلمه فحل. انا بقولها كتير، بقولها يعني، انا بقول بلاش وبعد كده بقولها تاني. عاش يا مش عارف ايه، العب الابر تشيست، الرجلين عندك ضعيفه، دراعك عايز يتطور، انت نظام ايه، تمرين ايه، بتلعب بوش بول ليج ولا ايه الخلط. انا مستني المسجات دي يعني، ولا مستني بنت تيجي تقول لي واو انت جسمك حلو؟ اللي هي لو او هاي. هي العمليه يا جماعه كبيره، تمام. وانا مش انا احسن واحد عامه يجاوب على حاجات زي كده. منطقي يعني، لو انت فعلا عايز تاخد خطوه كبيره، انا ليا في الحاجات اللي هي اللي في النص دي. لكن لو انت عايز تاخد خطوه كبيره، مقدم على جواز ولا مقدم على مش عارف ايه، يا نهار اسود انت جاي تكتب لي كومنت على اليوتيوب ليه؟ في واحده كتبت لي كومنت بتقول لي مش عارف رايها في جوزها ولا مش عارف ايه. انا مش عرفني يا ستي، ولا في حبيبها تقريبا، انا مش عرفني وانا عايش معاكم. ما تدينيش اكبر يعني الحاجات دي ما تدينيش اكبر من الحجم اللي فيها، انا ما اعرفش. فاهم قصدي؟ فانا يعني مش عارف. فزي ما انا بقول لك، اهتم بنفسك يا اسطى، اهتم بصحتك، خلي جسمك كويس، حاول تعمل فلوس. اول لينك في الديسكربشن، مش يعني مش محتاجه. انا بشوف بصراحه افجر من كده، مش محتاج ان انا اقول لك بص على اول لينك في الديسكربشن واعمل لايك للفيديو ده. اول لينك في الديسكربشن ده لو انت عندك سكيل يا اسطى، بالله عليك لو انت عندك سكيل دوس على اول لينك في الديسكربشن. عندك سكيل يعني انت بتعرف تعمل مونتاج على راي اخواتنا في الجزائر، بتعرف تعمل عندك اي سكيل اونلاين ان شاء الله، حتى تكون شغال في السيلز،
اي سكيل تقدر تشتغل بيها اونلاين، انزل تحت اول لينك في الديسكربشن وهتعرف المزايا اللي الكورس بتاعي هيقدمها لك، عشان خاطر تعرف فعلا تطور الحاجه دي وفعلا تطلع منها فلوس كتير قوي، حتى لو انت اصلا اوريدي بتطلع منها فلوس يعني. فاهم قصدي؟ طيب اهتم بالجيم، خلي جسمك كويس، اهتم بالعضلات اللي انا قلت لك عليها، الابر تشيست، الدراع خصوصا السواد، ايه تاني، الرقبه، السكس باكس، الريل ديلز اللي هي اسمها ايه، المجانس. الحاجات دي اهتم بيها، اهتم انك تطلع فلوس كتير يا اسطى. ما تبقى ما ت- اهتم بصحتك، حاول تقلل انك ما تبصش تبص على بنات كتير، ما ترتبطش ما ترتبطش ما ترتبطش غير لما تكون فعلا مقدم على حاجه كبيره. فاهم قصدي؟ دون بقى ان هي حلال ولا حرام، مش هتكمل يا اسطى، والله ما هتكمل، مش هينفع. دي قصه تانية، مش هينفع اصلا يكون في بنت اصلا ما بينك وما بينها سنه وهتتجوزوا يا اسطى، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني انا مثلا هيبقى الموضوع صعب جدا لما انا يبقى عندي مثلا بقى، انا قلت سني خلاص، انا قلت سني، لما يبقى عندي مثلا مثلا 30 سنه يبقى عندها 29 سنه، لما يبقى عندي 40 يبقى عندها 39. 39 هي اصلا ما اقصدش حاجه ابدا. لما انا يبقى عندي 50 سنه يبقى عندها 49. ازاي يعني؟ الستات عامه بيكبروا اكبر مننا، اسرع مننا، سوري، اسرع مننا. يعني تلاقي مثلا بص على جدك وجدتك، هتلاقي جدك لا لسه بشبابه ومش عارف ايه، تلاقي جدتك لا لسه هاديه. فاهم قصدي؟ يعني اكبر، تحس ان ستك اكبر من سيدك. فاهم قصدي؟ والخ من المواضيع انا قعدت اتكلم فيها في الفيديو مده ساعه مش هيخلص. فالخلاصه يا رجاله، والله العظيم ما اقصدش حاجه، بس ركزوا على حياتكم، ما تبصوش على الحاجات دي، عشان اقسم بالله الحاجات دي فارغه. الناس دي لو كواليتي وومن ويز لو كواليتي مينز. مينز ايه ده من. فركز في حياتك يا باشا، طور من مستقبلك، حاول تعمل فلوس بجانب دراستك. لو انت لسه بتدرس حاول تعمل فلوس بجانب دراستك، حاول تحول السايد هاسل بتاعك او المهاره بتاعتك ان هي ان شاء الله توصل لمرحله ان هي بتصرف على نفسك. المهاره دي ساعتها هتبقى هاي فاليو مان، ساعتها هتبقى هاي فاليو مان. تخيل انا مثلا الكاركتر بتاعي ان شاء الله كمان 5 سنين مثلا، جسمي جسم مبقاش تاني، جسمي جسم فاجر، وفي نفس الوقت بتمرن فايتر كويس وبعمل فلوس كتير، وفي نفس الوقت لا ذكي ولماح وعندي مايند سيت فشيخه الخ. طب انا كده ازاي مش هبقى هاي فاليو مان؟ ده انا اخلي الحريم على الطلاق تموت السلام عليكم.